طيب انا عايز كل الناس اللي شغالين في الووردبريس يجمعوا معايا هنا علشان عندي مفاجأة من العيار التقيل. كل الناس اللي شغالين في تصميم المواقع ووردبريس واللي بيستخدموا بلجن WPML في ترجمة المواقع علشان تخلي الويب سايت بتاعك مالتي لانجويج او متعدد اللغات. جبت لك النهارده بلجن مجانية بالكامل انا عملتها. البلجن دي بمثابة باتش بيشتغل على البلجن الرئيسية اللي هي WPML وبتحل معانا مشكلة كبيرة جدا، هي مشكلة الكريدتس. كلنا عارفين طبعا يا شباب ان احنا لما بنشتري البلجن بتاع WPML بيكون معاها مجموعة كريدتس مجانية في البداية، وبعد كده لما بتخلص ما بتعرفش ان انت تترجم ترجمة آلية او ترجمة الكترونية. يعني انا لما باجي بسطب البلجن بتاع WPML بمجرد ما بتتسطب لما باجي اترجم صفحات معينة من الويب سايت، لو هتلاحظوا هتلاقي في بعض الصفحات اوريدي اترجمت وموجودة الترجمة بتاعتها موجودة جاهزة. ده بيكون بناء على الكريدتس المجانية اللي WPML اديتها لك في الاول. طبعا الكريدتس دي لما بتخلص مفترض ان هي بتتجدد تاني ولكن كل شهر، فانت مضطر لو هتعتمد على الكريدتس المجانية اللي بتترجم لك ترجمة آلية وبتوفر عليك وقت كبير ان انت تستنى كل شهر، وبيكون عدد الكريدتس دي مش كبير، يعني ممكن تترجم لك مثلا صفحتين او 3 بالكتير، لكن هي بيكون ليها عدد كلمات معين. بمجرد ما بتنتهي الكلمات دي اللي هي ترجمتها بشكل آلي خلاص انت بتخلص الكريدتس بتاعتك. طيب هل في حل تاني لما الكريدتس دي بتخلص غير ان انا استنى اكتر من شهر علشان الكريدتس الجديدة تنزل؟ طبعا بتدخل على الويب سايت بتاع WPML الرسمي وهتلاقي فيه خطط لشراء الكريدتس المدفوعة، وبيكون الكريدتس دي اسعارها بالنسبة لنا احنا علشان نترجم حاجة معينة بتكون غالية جدا. يعني انا لو عندي بلجن كبيرة مثلا زي توتور LMS اللي هي بتكون المنصة التعليمية، فبيكون عندي سترينجز كتير جدا علشان اترجم. مثلا لو انا شفت يعني بعد ما هنكمل الفيديو ده دلوقتي هنشوف بنفسنا السترينجز اللي موجوده في ويب سايت عليه منصه تعليميه، هتلاقي فوق ال 2700 سترينج. علشان انا اترجم السترينجز دي كلها، انا لو انا ترجمتها يدوي عايز لا يقل عن شهر عشان اترجمها يدوي، وقت ومجهود وشغل ما بيخلصش. فمن هنا جات لي الفكره، ليه انا استنى شهر كامل علشان تنزل لي كريدتس مجانيه وبرضه هتخلص بسرعه، وليه اروح اشتري كريدتس بمبلغ ضخم جدا علشان ان انا اترجم سترينجز مثلا فوق ال 2700 سترينج على الويب سايت؟ فرحت عملت البلجن البسيطه دي او الباتش البسيط ده. ايه فكره الباتش ده او ايه فكره البلجن دي؟ هي بتتكامل او بتتعمل انتجريت مع WPML اوتوماتيك. بمجرد ما انت تسطب البلجن وبتعمل لها اكتيفيت، بعد كده مباشره بتقدر البلجن دي ان هي تقرا كل السترينجز اللي موجوده في الويب سايت، وبيكون عندك اوبشن بسيط وسهل جدا ان انت تعمل اكسبورت لكل السترينجز دي في شكل ملف CSV او ملف اللي بيكون شكل الاكسل ده. فبنعمل احنا اكسبورت لكل السترينجز اللي موجوده على الويب سايت، بنحددها وبنحدد ايه اللي هي السترينج اللي احنا هنعمل لها اكسبورت. مثلا لو انا بعمل سترينجز مثلا عايز اعمل اكسبورت للسترينج بتاعه الوو كوميرس بعمل لها يعني بيكون عندي دروب داون منيو، هي خلاص الباتش ده بيحدد كل السترينجز الموجوده، فانا بحدد السترينجز اللي انا عايز اترجمها. بعد كده بعمل اكسبورت للشيت اللي هيطلع موجود فيه كل السترينجز دي. طيب انا خلاص عملت اكسبورت للشيت ده وبقى عندي موجود الشيت ده على الكمبيوتر عندي. مباشرة باخد الشيت ده وبروح لأي موقع ذكاء اصطناعي أي كان شات GPT أو كلود أو أي حاجة، وبديله الشيت ده وبقول له الشيت ده فيه سترينجز مكتوبة مثلا باللغة الإنجليزية، لو احنا عندنا الويب سايت بتاعنا اللغة الأساسية بتاعته هي الإنجليزي، فبقول له عندك الشيت ده مكتوب فيه سترينجز باللغة الإنجليزية، أنا عايز أحط قدام كل كلمة أو جملة من اللغة الإنجليزية دي الترجمة بتاعتها العربية المناسبة بشكل كويس، وتكون ترجمة كويسة ما تكونش ترجمة حرفيا. هو بياخد منك الملف وخلال اقل من دقيقه بيدي لك الملف التاني كامل بعد الترجمه بتاعت السترينجز دي، ايا كان عدد السترينجز بتاعتك، لو 2000 3 4 كل الكلام ده بيخلص في اقل من ثانيه. طيب انت خدت خلاص الملف بتاع السترينجز ده، بتروح ترجع تاني على البلجن بتاعتنا البسيطه الصغيره دي، بتعمل امبورت للملف اللي احنا عملنا له ترجمه. بمجرد ما تعمل امبورت هو بيسحب الملف ويبدا يعمل ريبليسمنت للترجمه العربي اللي احنا لسه ما نزلتش، وبكده مباشره تكون انت ترجمت لاكتر من 2700 سترينج في اقل من دقيقه، ولا انت عملتها يدوي قعدت شهر ولا شهرين تعمل فيهم وضيعت وقت ومجهود كبير، ولا اضطريت ان انت تدخل تشتري كريدتس من WPML بالشيء الفلاني. يعني عشان اعمل هترجم ال 2700 سترينج دي تقريبا انا كنت محتاج لا يقل عن 70 او 80 دولار. طب انا كده عملتها بشكل مجاني بالكامل. اللي حابب يستفاد بالبلجن وياخدها بشكل مجاني يكتب لي تم في التعليقات، وان شاء الله ببعتها لك بشكل مجاني تقدر تحملها وتستفاد بيها. يلا بينا عشان نشوف الشرح بتاعها ازاي.